السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل النهاردة مع بعض كده الطحينة بطريقة سهلة جدا من غير تحميص، ومقادير متوفرة موجودة في البيت، يعني بطريقة موفرة جدا. ده فنجان سمسم وقده بالظبط كده فنجان سوداني، وبعد كده انزل عليهم زيت واضربهم في الخلاط لغاية ما احس ان السوداني والسمسم اتضربوا مع بعض كويس جدا من غير كبة. بصي على طول في شفشق الخلاط اهو. ومن الازازة الزيت ما مش بحطه بمقادير، انما الدقيق لما اجي انزل بالدقيق هحط الدقيق قد السمسم والسوداني ومرة كمان، يعني 3 فناجيل دقيق من ده. هتديكي بقى كمية يعني كويسة جدا، كمية كبيرة ان شاء الله. كده انا حطيت الدقيق. طبعا اول حاجة حطيت الاول كده فنجان وضربت، عشان لو احتاجت مني زيت تاني احط زيت تاني اكمل. هو الاساس فيها زيت والدقيق. بصي كمية قد ايه دي، رشة ملح صغيرة قوي للحفظ. ما حمصتش الدقيق زي ما شفتي من الكيس، على طول حطيته في الخلاط على طول، في الفنجان وبعد كده الخلاط يعني. بصي بقى كمية قد ايه. الف هنا.